بدأ في يوم 2/12 من المحكمة الدستورية لتعويق مصر ومسيرتها نحو الديمقراطية وانتقال السلطة السلمي. هذا الأمر كان هو الأساس في قرارات الدكتور مرسي اللي اتخذها في الفترة اللي فاتت. هذه القرارات كان ينتظرها الشعب المصري في كل مكان. أنا كنت ماشي في أي مكان بنمشي، كل الناس بتسألني ليه مرسي مش راضي ياخد قرارات جريئة؟ ليه مش راضي ياخد على أيدي هؤلاء؟ ليه الدكتور مرسي ما قالش النائب العام؟ ليه الدكتور مرسي بيجعل هؤلاء يتلاعبون بالتأسيسية؟ كل القرارات اللي خدها الدكتور مرسي تحمي إرادة الشعب وما اختاره الشعب. لذلك كل الجموع من الشعب المصري اللي طلعت النهارده في كل مركز من مراكز الجمهورية، كل ده تأييد لقرارات الدكتور مرسي، تقول له رسالة ضمنية: سر على بركة الله ونحن من خلفك والله معك ولن يتركم الله أعمالكم وجزاكم الله خيرا.